من صلى ليلة الجمعة ركعتين، يقول من صلاها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبعد وكأنما قرأ القرآن 12,000 مرة، ورفع الله عنه يوم القيامة الجوع والعطش، وفرج الله عنه كل هم وحزن، وعصمه من إبليس وجنوده، ولم يكتب عليه خطيئة السنة، يعني طوال السنة ببركة هذه الصلاة الله عز وجل يعصمه من الذنوب ولا يكتب عليه الذنوب. وخفف الله تعالى عليه سكرات الموت، فإن مات في يومه أو ليلته مات شهيدا يعطى ثواب الشهيد، ورفع عنه عذاب القبر ببركة هاتين الركعتين، ولم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وتقبل صلاته وصيامه واستجاب دعاءه، ولم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان خازن الجنان بريحان الجنة وشراب من الجنة. الركعتين كيفيتهما ما هي؟ يقول النبي صلوات الله عليه وآله من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد 50 مرة. كل ركعة، الركعة الأولى تقرأ الحمد وقل هو الله أحد 50 مرة، الركعة الثانية الحمد وقل هو الله أحد 50 مرة. يقول في آخر صلاته، يعني لما يخلص ويتشهد ويسلم، يقول في آخر صلاته اللهم صل على النبي العربي مرة واحدة فقط.